السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كيك الشاي او كيك حليب المغلي او اللبن المغلي بطريقه حلوه قوي، بجد هتنبهري بيه. هيعجبك قوي. المقادير بتاعته سهله وبسيطه خالص، مش كتير ولا حاجه. هتعمليه في 10 دقايق بالظبط هتكوني خلصتيه. شايفين شكل الكيك عامل ازاي؟ عامل زي الاسفنج، وما شاء الله المسام بتاعته حلوه قوي. طبعا لو انتي اول مره تشوفيني، انا دعاء ابراهيم وقناتي بتخص التورت والحلويات والمعجنات. اتمنى ان شاء الله تعملي متابعه لقناتي، اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل جديد. متنسوش طبعا لايك للفيديو. ويلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف الكيك بتاعنا الحلو ده هنعمله ازاي. طبعا انا معايا هنا هنعمل في شفشق الخلاط كده. اسرع حاجه لينا شفشق الخلاط، ممكن بالمضرب اليدوي. انا معايا هنا 3 وحدات بيض، حجم البيض ما شاء الله حلو كبير. هحطهم في شفشق الخلاط، وممكن بالمضرب اليدوي او المضرب الكهربائي، بس اسهل حاجه واسرع حاجه شفشق الخلاط. تمام. هحط عليهم بقى معلقه حلوه كده فانيليا، انا بحب الفانيليا السايله مع البيض. وحطيت هنا دي كوباية الا ربع لبن، وهحط مكان الكوباية كده حطيت زيت، كوباية الا ربع زيت. يبقى حطينا 3 بيضات، كوباية الا ربع لبن، كوباية الا ربع زيت. وحطيت هنا كوباية ونص سكر، دي كوباية اللي انا حطيتها. وبعد كده عايرت معاكم هنا نص كوباية سكر، اهي دي نص كوباية هحطها. وهضرب كل ده كده على اعلى سرعة. هضربه كويس قوي، ممكن زي ما انا قلتلك بالمضرب اليدوي او كهربائي. هنا خلاص بعد ما ضربت الخليط بتاعي كله اللي هي المواد السائله. ده نوع الدقيق اللي انا بستخدمه، نوع الاصيل حلو بصراحه، انا برتاح فيه. والحاجه ما شاء الله بتطلع معايا مظبوطه من الدقيق ده. هبدا اخد بقى هنا الدقيق. انا استخدمت كوبايتين ونص دقيق، هعايرهم معاكم. خدت الكوبايه الاولانيه ودي الكوبايه التانية اهي. وهاخد الكوبايه المفروض ده نص، دول كانوا اخر شويه في الكيس. كوبايه الا ربع، هاخد كده بالمعلقه هشيل منهم معلقتين، وهيبقى معايا بصوا هنا نص كوبايه دقيق اهي. هاخد بقى هكملها نص نشا. نص نشا يطلعوا بالظبط حوالي 3 معالق هرميين كبار كده مليانين. دي كان اخر شويه مليتها كده النشا، يبقى كوبايتين ونص دقيق ونص كوبايه نشا. النشا فايدته ايه بقى؟ بيفتح الكيك وبيخليه هش جدا. وبيخليه لونه ابيض كده وجميل حلو قوي بجد. حطيت هنا رشه ملح، شايفين رشه صغيره كده بين ايديا. وهنخل كل الحاجات دي كده مع بعضها. يبقى دي كده المواد الجافة، كوبايتين ونص دقيق ونص كوباية نشا ورشة ملح. قلبت بقى الحاجات دي كلها مع بعض، وهبدأ انزل بالخليط السائل بتاعي اللي هي السوائل. وان شاء الله بالنسبة للمقادير كلها هسيبها لكم في صندوق الوصف. ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك للفيديو لو انتم ما حطيتوش اللايك لحد دلوقتي، والاشتراك لقناتي. هقلب بقى كل المواد دي. بصوا هي بتبقى تقيلة سنة كده، الخليط ده بيبقى خفيف. هي تقيلة هنا. هنشوف بقى الخطوة الحلوة اللي احنا هنعملها بعد كده. انا معايا دول حوالي معلقتين لبن بودر، وممكن لو عندك لبن حليب بتستخدمي لبن حليب. انا ما كانش عندي حليب، فحطيت معلقتين حلوين كده مليانين لبن بودر. وحطيت مية سخنة بتغلي، مية بتغلي. تمام. دول كده معايا كوباية الا ربع، يبقى معايا كوباية الا ربع لبن سخن بيغلي. هبدأ انزل بيه على مرتين على خليط الكيك. هو ده بقى اللي هيخلي الكيك بتاعي هش جدا وهيخليه اسفنجي. جربوا الطريقة دي حلوة قوي قوي بجد. وينفع طبعا دي نعمل منه كب كيك. ينفع حاجات كتيرة قوي. هقلب بقى كل المكونات دي معايا. اخر حاجة هحطها كيس كيك شيف. كيك شيف انا بحب احطه في الاخر، ما بحبش احطه في الاول بصراحة، علشان خاطر اللبن هو سخن كده لما ينزل ما يبطئش المفعول بتاعه. فبحطه في الاخر، بيكون الخليط برد معايا شوية من حرارة البايركس او الطاجن اللي انا شغالة فيه، او البوله اللي انا شغاله فيها بتمتص الحراره شويه. طبعا حطيت معلقه خل زي ما انتوا شفتوا كده وقلبتها. الخل بيخلي الكيك شيف يتفاعل، وبيخلي لون الكيك ابيض كده ولونه حلو. معايا هنا ده قالب، اي بقى صينيه عندك او اي قالب عندك. حطيت الخليط معايا فيه كده. طبعا انا ما حبيتش احط كله، سبت شويه صغيرين صغيرين خالص. هعمل بيهم 6 وحدات كب كيك. وهقول لكم على الغلطه اللي انا غلطتها هنا. خلاص كده انا حطيت الخليط بتاعي في القالب اللي عندي او الصينيه اللي عندي، وبعصايه شيش طاووق كده بدات امشي رايح جاي كده عشان اساوي الخليط، وعشان اي فقاقيع فيه او اي هوا بيخرج. خلاص كده انا معايا هنا بقى دول حطيتهم سبحان الله وطلعوا 6. يعني حطيت 6 قوالب كب كيك، 6 ورقات.
وطلعوا يا دوبك على قدهم بالظبط، يعني انا حطاهم كده وطلعوا على قدهم بالظبط. شايفين؟ المفروض بقى الغلطة ان الكب كيك ما دخلهوش مع الصينية، لان الكب كيك بيقعد حوالي 10 دقايق تلت ساعة بالكتير قوي وبيكون استوى. الصينية بتقعد نص ساعة او ازيد من نص ساعة، 5 دقايق، فده غلط. بس انا حطيته بقى معاه، استسهلته وحطيته، حطيت الاتنين مع بعض على درجة حرارة 180. وادي الكيك بسم الله ما شاء الله طلع. شايفين الكيك عامل ازاي؟ اخد معايا بالظبط نص ساعة و5 دقايق في الفرن على درجة حرارة 180. ما شاء الله حلو قوي قوي بجد. والكب كيك هوريهولكوا برضو طلع، هنشوفه. ادي الصينيه انا بوريها لكم اهي، ما شاء الله. ده كب كيك بقى انا سبته برضو الوقت ده كله، المفروض كنت احطه لوحده، لاني ما ينفعش ان انا افتح على الكيك بعد 10 دقايق او تلت ساعه، ما ينفعش. فالمفروض الكب كيك كنت سويته لوحده. هنا هقطع بقى الصينيه معاكم كده، سبتها بردت. وهقطعها. بصوا شايفين الكيك؟ ما شاء الله بجد والله حلو قوي قوي، جربوه على ضمانتي، هتدعوا لي على الطريقه دي، حلوه جدا جدا. شايفين الكيك؟ بسم الله ما شاء الله. بضغط عليه والله بايدي الاتنين بيرجع تاني زي ما كان، عارفين عامل زي السفنج بالظبط. شايفين المسام بتاعته حلوه قوي ازاي، والكيك شكله عامل ازاي. ولونه هش كده وابيض من النشا ومن الخل. واللبن طبعا السخن اللي احنا حطيناه، يعني الخطوات كلها مظبوطه وحلوه قوي. شايفين الكيك؟ ما شاء الله حلو حلو جدا. هوريهولكوا هنا وهضغط لكم عليه كمان، عشان بصوا انا بضغط عليه بايدي الاتنين جامد والله. شايفين؟ ما شاء الله حلو قوي قوي. متنسوش يا بنات صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تنسوش اللايك للفيديو. ولو مشتركتوش تشتركوا وتفعلوا الجرس. بصوا انا بقطع لكم الكيك، طعمه احلى من نايتي، طعمه حلو قوي. ده كيك طبعا ينفع للولاد في اللانش بوكس، ياخدوه وهم رايحين المدارس، للفطار الصبح. حلو قوي قوي بجد والله، طعمه تحفة. ان شاء الله الطريقة بتاعتي دي تعجبكم. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.